وبركاته. اخواتنا واساتذتنا واصدقائنا في مجال الدعايه والاعلان ومجال الطباعه ومجال الكماليات. طبعا بيشرفنا النهارده بنقدم لكم التطور اللي حصل في مكنه الطباعه. يعني كنا بنتعامل الاول مع فنيين وهواه، لا النهارده احنا بنتعامل مع محترفين ما شاء الله يعني. فباشاده العملاء وبالتطوير اللي بنعمله المفروض ان احنا كنا ننزل السنه دي تطوير والسنه الجايه تطوير تاني. طبعا احنا الموديل ايزي جيت الحمد لله احنا وكيل ليه في مصر. من اشتغلنا فيه من اخر 2014، الحمد لله خدنا الوكاله بتاعته في اول 2016 والحمد لله رب العالمين دي منتجاتنا. طيب نقول على التطوير اللي احنا عملناه. اول تطوير احنا عملناه اللي احنا خلينا دي فان وهنا في اشعه فوق بنفسجيه للتسخين والتنشيف. طيب التطوير ده طبعا موجود من زمان، بتاع اليد هنا واليد ورا كويس. دي المكنه 160، دي المكنه ال 130 والمكنه ال 70 ومتاح طبعا ال 180. واحد هيد واثنين هيد. هيد ابسود اكس بي 600 اي 3200 دي اكس 5 ده بيرجع لاختيار حضرتك. طيب تعالى هنا مثلا برنامج الكونكت، امر بسيط جدا جدا جدا. ده اللي بيشغل المكنه. لو انا حبيت اعمل تيست اهو مثلا اهو، معلش هنا كده مثلا اهو، هو هنا فتحت اوتوماتيك اهي وهتبدا تحرك. طبعا دي اضفناها بتاع السنسور، ما كانش بيتضاف في المكنه المقاسات الصغيره. ده تيست اول هيد وتيست ثاني هيد، وده المفروض انه النزول بتاعه خلاص. هي خلاص المرحله بتاعتها رجعت وقفلت على نفسها تاني اهو زي ما حضراتكم شفتوا. بس كده طبعا الاحبار برضك بتاعتنا ان شاء الله ومن نفس المصنع الحمد لله. متسكنها بقالنا اكتر من 3 او 4 سنين في السوق، ما فيش منها اي شكوى. البيئه اللي بتاعها ممتاز جدا ومتماشي مع جدود الابسون كلها. احنا بنتكلم دي احبار ايكو سولفنت. طبعا اضفنا للماكينه التنكات العلويه عشان يبقى عندنا كمان تنكات مسطره ورا وما بينهم فلاتر، منها الحفاظ على مستوى الحبر ومنها انها تحافظ على اللي داخل الهيد عشان الشوائب تقوم تعمل له عمر افتراضي اطول للهيد بتاع المكنه والجناب والكابل اللي هي ايه المجموعه الحبريه او المسؤوله عن الشغل. المكنه انتاجها في الساعه ممتاز جدا. يعني لو 2 هيد لا ممكن تعدي 30 متر ولا 40 متر. طبعا ده حسب الباص او الويف اللي حضرتك بتشتغله. طريقه تعريفها على الكمبيوتر امرها ابسط مما تتخيل، عن طريق الكابل بتحطه برنامج الكونكت بيربط نفسه اوتوماتيك، ما بيتسطبش طبعا، ده كله بوصله بتلاقيه ربط نفسه. ده كده بالنسبه للبرنامج. وبتشتغل عن طريق المنطقه. طبعا دي كده المنطقه الحبريه بتاعتها. لو انا حبيت اهو تمام، انا كده حركت العربيه حاجه بسيطه. دي طبعا الكابات والمنطقه دي استيكه التنظيف. عندنا هنا الموتورين او بتوع البمب او التنظيف او السحب. بعمل اكسايت المكنه بترجع مكانها. طول ما المكنه متصله بالكمبيوتر بيبقى عندي الشاشتين دول زي شاشه النت بالظبط، ما عليهاش اكس. لو عملت اكس يبقى هي مش متصله، هي هنا متصله وعامله لي ريدي. لو انا جيت كده ببدا ادخل في اوبشن المكنه كله عن طريق كده. ده الاوبشن بتاع الماكينه امرها سهل جدا 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 وبسيط جدا جدا جدا، وطريقه تشغيلها بجد بجد للمحترفين بقى. طيب هنشد الماكينه شويه كده عشان نشوف التفاصيل برضك من ورا. هنبص نلاقي عندنا تفاصيلها اهي، التنكات الاضافيه اهي، فلاتر التنظيف او الوصله ما بينهم، ديت المسكات بتاعت الرول. ومن قدام طبعا عندنا مسكات الرول، بس المسكات الرول الاماميه فيها مطور عشان خاطر تلف رول وتقفله اوتوماتيك. عندنا هنا ده طبعا الفايز بتاعنا. يعني تقريبا ما نسيناش حاجه فيها، ما نسيناش حاجه تخدمك، ما نسيناش حاجه تدعمك في شغلك، ما نسيناش حاجه تخليك بتشتغل على الماكينه وايدك مش نظيفه او مش لطيفه، لا تبييت اوتوماتيك، شغل اوتوماتيك اهو. دي تفاصيل الماكينه. طبعا المسافات ما بين العجل هنا كنا معينها جدا، يعني طبعا المسافه دي ما بتوسع في بعض الماكينات، تيجي تحط عليها فيليكس تقيل تقابلك مشكله، تيجي تحط عليها بانر تقيل تقابلك مشكله. انت خدت بال حضرتك ازاي؟ فاحنا الفكره دي حتى كنا معينها او كنا مركزين معاها ان احنا لما يجي العميل يستخدمها تبقى معاه. طيب اقدر انا استخدم المكن في اولا طباعه دورات، يفط انتخابات، شغل كماليات سيارات، شغل بوسترات ولوحات. يعني مش عايز اقول ان المجالات كتيره جدا، تقريبا كل حاجه في دنيتك وفي يومك انت بتشوفها هي مطبوعه. يعني لو في بيتك او في شركتك بصيت لازم تلاقي حاجه مطبوعه، بوستر، يافطه، لوحه، ارشاد، اي حاجه من هذا القبيل. فالمكن عاد مهم جدا وعد من العده او من الادوات اللي لازم تكون موجوده النهارده عشان مكتب الدعايه والاعلان او المطبعه تكتمل.
ولكن وانت بتشتري دايما خليك محترف، تابع الشركات، شوفها على مدار كام سنه، انتوا عملتوا ايه السنه اللي فاتت وعملتوا ايه السنه دي وعملتوا ايه السنه اللي بعدها. ما اسمعش من شركه تقول لك اصل ده فيرجن 25، طب يا فندم وفيرجن 24 شكله كان عامل ازاي عندكم؟ طب فيرجن 26، لا انا ما اجيبش فيرجن واطلق عليه اسم، لا انا اطور فيه واطلق. طيب انا طورت فيه ازاي؟ لا الحمد لله ده بنفسي، بسافر وبدخل المصانع وبنتكلم وبنعمل ماكينه وبنعمل عليها تيست ونشوف احنا نجحنا في اللي احنا بنعمله ولا لا، لان ده متسجل باسمي. فحاجه تخصني انا بس. ده فكره تطوير فيرجن ايزي جيت بتاعنا. طبعا وعن طريق القنوات او السوشيال ميديا بتاعنا هتبص تلاقي فيديوهاتي في المصنع واحنا بنشرح قطعه قطعه وتفصيله تفصيله، ودي مفكوكه ودي مفكوكه وكل قطعه في الماكينه مفكوكه. الحمد لله رب العالمين قطع الغيار كلها متوفره عندنا، ضمان سنه التيار الصناعه، طبعا منطقه الحبويه خارجه الضمان او منطقه الهيد زي ما بعض الشركات بتقول. طبعا يوم ما حضرتك بتيجي تستلم مكانتك بتستلمها في نفس اليوم، المهندس بيجي لحد عندك بيجمع الماكينه وبيعرف حضرتك تشغيلها ازاي وبيدي لحضرتك تديله عليها يوم كامل لغايه ما حضرتك تقول انا كده زي الفل ما عدتش عايز منكم حاجه. نتمنى التوفيق للجميع ونتمنى لو في اي تعديل العملاء اللي تعودنا نتعلم منهم برضك يوجهونا ويقولوا لا ده نعمل كذا، لا نضيف كذا. الامور دي كلها بالنسبه لنا بسيطه، احنا صوتنا واحد جدا جدا ما دام بنخدم العمل وبنخدم العملاء بتوعنا. بنعتبرها امانه امام الله ان احنا نطور في منتجاتنا، مش فكره ان احنا نبيع بس. فكره البيع بس سهله جدا عن طريق السوشيال ميديا والكلام الجميل اللي بيتكتب، كل الشركات بتبيع، بس النهارده البيع ده امانه امام الله. اللي يخليني النهارده اخاطر واروح انفذ الحبر ده باسمي في مصنع وندفع مثلا ثمن مثلا حوالي 10 طن، يعني 10000 لتر حبر دافعينه بناخده منهم 1000 ب 1000 عشان الاكسباير. ايه اللي يخليني خاطر؟ اذا كنت واثق واذا كنت بقدم خدمه على قد ما اقدر جيده، وطبعا بيتست هناك مره واثنين والمنتج بيتبعت لنا وبنشوفه وبنبدا ناخد قرار جديد. السنسور كل العملاء تيجي تقول لي الهيد اتخبط من تحت، الهيد عايز قطعه النحاس، انا جبت قطعه النحاس دي كقطعه غيار، ولكن انا عايز احمي الهيد وقطعه النحاس، عايز اخلي الهيد ده ما ينفعش اسمه يبوظ من انه اتخبط. يبوظ عمره افتراضي، قعد مع حضرتك سنه 2 3 اشتغلت على عدد امتار، لا حصل له يبوظ. يعني انا عندنا المكنه بتعد عدد الامتار، حضرتك لما تيجي تبص على عداد المكنه ده عامله معاك كام الف متر واليد قصادها باظ، فلسه بارباحها كويسه، فده في حد ذاته كويس. ديت الخدمه اللي احنا بنقدمها الحمد لله رب العالمين. احنا في مجال الدعايه والاعلان من عمر طويل، ولكن بدانا نستورد وبدانا نهتم بالتفاصيل. يعني نقدر نقول من 2014 كانت رحلتنا في الاستيراد، والحمد لله رب العالمين زي ما طورنا في الكفر بروتر، زي ما طورنا في المكابس، زي ما طورنا في مكان السلفنه، قدرنا الحمد لله نطور في مجال الطباعه. نشكركم ونتمنى نخدمكم، واللي محتاج اي استفسار اتفضل يكتب في الكومنتات او يبعت لنا رساله او على التليفونات او على الواتس، احنا في خدمتكم. شكرا جزيلا.